ما احنا شايفين دي شقه كان في مهندس اوريدي شغال فيها، بس الكلاينت كلمتنا قالت لنا الشقه ما كانش فيها شغل ديكور زي ما احنا شايفين في الفيديو اللي تحت. جينا هنا سريعا عند المدخل، كان المهندس شغال مستخدم هنا لوح سي ان سي، احنا ما بنحبش خالص الشغل سي ان سي، فجينا شلنا طبعا اللوح دوت ومكانه عملنا تجليده بشكل ال شيب زي ما احنا شايفين. بما ان دي منطقه مدخل فحبينا ناكد عليها بعنصر اضاءه اكتر فاستخدمنا بروفايل ليد. جينا هنا عندنا المهندس كان مستخدم لوح الكهرباء او لوح ضغوط الخدمه بالشكل دوت، ففكرنا ازاي نقدر نداري المنظر ده، فاستخدمنا دولاب يكون انكلودد جوه الديزاين بتاعنا وفي نفس الوقت يكون على علاقه ونسبه مدروسه. نفس الكلام عملنا هنا مرايه بكامل الحيطه يكون فيها اضاءه، علشان لو انا حطيت جزامه او وانا خارج وعايز ابص على الاوتفيت بتاعي بالكامل بقدر اجي هنا ابص على الاوتفيت، اقدر طبعا بالتاتش ايد او اطفي المرايه. مستخدمين طبعا البورتريهات كلها وفقا للديزاين والروح اللي احنا شغالين بيها زي ما احنا شايفين. عندي هنا منطقه التلفزيون والليفنج اريا، هيبقى فيه هنا ال شيب. المهندس في الاول كان حاطط تاسيس التلفزيون والحاجه هنا طبعا زي ما احنا شايفين في الفيديو، فاحنا نقلناها وعملنا ديزاين يكون بسيط ومش مكلف بالنسبه للكلاينت، فعملنا الشكل الرخامي اللي احنا شايفينه. التلفزيون اتحط هنا بخدماته كلها، عملنا اضاءه بالشكل ده حوالين التلفزيون. طبعا الاضاءه دي هتبقى اقوى لما الستاير هتبدا تركب. عملنا تجليده في الباك جراوند بنفس التجليده اللي هناك اللي بترد عليها. استخدمنا 2 بورتريه برضو بديزاين ماشي مع التصميم بتاعي. كان عندنا هنا فكره ان ازاي المهندس في الجبسون بورد زي ما احنا شايفين عامل جروف بالشكل دوت، ازاي اقدر استغل الجروف دي نقطه. كان عندنا اشكاليه ثانيه ان احنا ازاي نفصل ما بين منطقه الدايننج ومنطقه الليفنج اللي موجوده هنا، والاهم من كل دوت ان انا عندي الحيطه دي اتجاهها قصير، فازاي ادي احساس في ال شيب لما تيجي تتحط هنا ان انا عندي استمراريه للحيطه ديت وفي نفس الوقت ما تبقاش مصمطه. ففكرنا في فكره البارتيشن المفرغ بالمنظر دوت. طبعا الخشب هنا نفس درجه الالوان بتاعتنا، عملنا له قاعده علشان يدي احساس كان في لاندسكيب موجود عندي، حطينا فيه زلط وطبعا شويه بوتس زرع بالمنظر ده. في اوضه النوم استخدمنا عندنا هنا في الخلفيه بتاعه السرير طبعا كانت دهان، عملنا بديل الرخام. طبعا احنا استخدمنا بديل الرخام علشان نلو كوست على قد ما نقدر اكتر من الرخام نفسه، لان في بادجت الكلاينت طبعا كانت محددانا بيها. جينا في اليمين وفي الشمال استخدمنا تجليده خشب بالشكل دوت، وكان المهندس مش عامل اي عنصر اضاءه يخدم على منطقه السرير او الكومودينو، فاستخدمنا بروفايل ليد ياكد على الخطوط الرئيسيه بتاعتنا اللي في التصميم وفي نفس الوقت تدي شكل جمالي زي ما احنا شايفين. طبعا كان عندنا حاجات اكتر ممكن نعملها، بس احنا كنا بنتحكم جوه بادجت معينه، ازاي نقدر نستغل البادجت بان احنا نعمل لمسات ديكوريه بسيطه وتكون مميزه وفي نفس الوقت يكون العميل حاسس بان هو عمل حاجه مختلفه جوه الشقه. هسيبكم مع فيديو تور سريع كده في قلب الشقه عشان تقدروا تبصوا على تفاصيل اكتر التصميم. نشوفكم على خير.